قصة ومعنى. الفلاح اللي علم الوزير درس ما يتنسيش. في زمن بعيد كان في وزير مشهور بذكائه، لكن غروره كان أكبر من أي جبل. كان فاكر إنه يعرف كل حاجة، لحد ما في يوم فلاح بسيط غير حياته كلها بكلمة واحدة. وفي يوم شاف فلاح بسيط شغال في أرضه بيزرع البذور بحرص كأنه بيحط جواهر. الوزير قرب منه وقال بسخرية: يا عم، انت بتتعب نفسك ليه؟ مين ضامن لك ان البذور دي هتطلع؟ الفلاح مسح عرقه وبصله بابتسامة هادية. أنا بزرع لأن دي شغلتي والباقي على ربنا. لكن أنت، إيه اللي بيطمنك إنك هتفضل وزير بكرة؟ الكلمة دخلت قلب الوزير زي السهم، وفضل طول الليل يفكر. اكتشف إنه الفلاح رغم بساطته فاهم الدنيا أكتر منه. من اليوم ده الوزير بقى يحترم كل إنسان مهما كانت مكانته، لأنه فهم إن الحكمة مش دايماً في الكتب، أحياناً بتكون في قلب فلاح بسيط. لا تحتقر أحد، فقد يكون عنده ما تجهله أنت.